السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنلعب جيم جديد هلعب فيه قصاد آه ست جيوش تانيين. تمام، نبدأ نفتح اللعبة دلوقتي. طبعا هيبقى اختيار الجيوش المرة دي عشوائي، هنسيب الكمبيوتر هو اللي يختار الست جيوش اللي هقابلهم. طبعا قابلت قبل كده 5، المرة دي 6. هيبقى أصعب شوية، لما كانوا 5 جيوش دمروا لي قلعة من القلعتين بتوعي، واضطريت إن أنا أحارب أو أكمل بقية الحرب بقلعة واحدة. طبعا هنا ديس ماتش، ونختار الستة عشوائي. تمام، طبعا هنضم الستة مع بعض. ممكن أخلي المدينة بتاعتي أو القلعة بتاعتي في الجزء ده. تمام، ممكن هما 6 جيوش، صعب شوية ترتيبهم. تمام كده يعتبر كويس. أول ما نبدأ اللعبة طبعا هنبطئ اللعبة شوية. أوبس، اختار تاني 6، نضمهم مع بعض. كده تمام، نغير المكان ده بس عشان ميبقاش حد في نفس المكان بتاعي. نبدأ اللعبة عادي، وبعدين نبطئ اللعبة. جيم بلاي اوبشن، طبعا تبطيء اللعبة بقى من هنا. اوبشن، وبعدين جيم بلاي اوبشن، بنبطئ اللعبة خالص عشان نقدر نبني. وفي نفس الوقت هنبني بسرعة، يعني نحاول نبني الكلام ده كله في أسرع وقت، لأن هو طبعا كمبيوتر متبرمج، فبيبني الكلام ده كله أسرع مني. يعني ممكن أكون لسه بشتري حاجات، ولسه مثلا بكون ببني السوق دلوقتي، هو يكون خلاص مثلا بنى القلعة بتاعته. طبعا هنشتري كمية كبيرة من الخشب. ضروري جدا نبني بيوت كتير في الأول ونقوي الاقتصاد بتاعنا، يعني أفضل حاجة في الأول إن احنا نقوي الاقتصاد. في المكان ده أو الفاضي ده ممكن نبني كمية كبيرة من البيوت. مهم جدا إن احنا ناخد عدد كبير من ممكن نخلي دول عمال في الأول. ممكن نبني قلعة هنا، طبعا دي هتحمينا كتير. أو ممكن نخليها أقرب حاجة للمكان ده. نشتري حجار الأول عشان احنا ممكن هنا أفضل شوية. الجزء ده عشان نحط عليه الجنود، عشان القلعة تشيل أكبر عدد من الجنود، وديت عشان نبني عندها السلم. تمام، هنا هنبني الجزء ده عشان الجنود اللي ترمي أسهم مشتعلة بالنار. نبني طبعا من نجم حجار، أو نحاول نخلي المكان ياخد أكبر عدد. تمام، دول ممكن نحولهم لعمال عادي. رماة الأسهم ممكن نخليهم فوق القلعة. هنا هنلاقي دول بدأوا ينتجوا جنود، ناخد دول هنا.
ممكن نبني عدد كبير، نجيب عدد كبير من المهندسين هيفيدونا بشكل كبير إن احنا نبني أو ندافع أقوى أكتر عن القرية، إن احنا نبني رومات أو عربات اللي هي بترمي أسهم. طبعا العربة اللي بترمي سهم هي السهم بتاعها تقريبا قوته ب5 أسهم من الأرشر، من رماة الأسهم. المشكلة في إن هو لو بدأ يهاجم بدري شوية وأنا لسه مثلا مجهزتش الدفاع بتاعي. ناخد رماة الأسهم اللي هنا نحطهم فوق القلعة. ممكن نبني ديت بحيث إن احنا نستعملها إن احنا نزود عدد الأرشر بدل الهجوم. ممكن ناخد هذا من الجهود نحطه هنا ونحوله لعمال بحيث إنه يبقى احنا نسينا نبني مخزن الأكل عشان كده النسبة قلت عندنا. نحاول نحافظ إيدينا إنه يفضل الإنتاج شغال هنا، ونحاول نحافظ على المكان ده إن هو ما يتهاجمش، عشان المرة اللي فاتت هو دمر لنا القلعة بتاعتنا، فاحنا مش عايزين الموضوع ده يتكرر تاني. طبعا هناخد دول نزود العربات. يعني احنا ممكن نزود الفلوس شوية بحيث إن احنا النسبة عندنا تزيد. بس هنحاول بقى نقفل على المناجم دي كلها
عشان نبدأ نستفيد منها. تمام، طالما قفلنا عليهم نبدأ بقى نبني جاموس هنا. طبعا كده الاقتصاد بتاعنا بدأ يبقى قوي شوية. ناخد دول هنا. الدفاع عندنا هو اللي شوية ضعيف. تمام كده الاقتصاد عندنا بدأ يبقى قوي. إنتاج العمال عندنا بدأ يزيد اهوت. هنبيع كل الحجار اللي عندنا عشان الفلوس عندنا كانت خلاص بقت تبقى صفر. طبعا هنا تعبئة البقر بيتم بشكل تلقائي. تمام، فاحنا ممكن نزود العدد بس بتاع البقر، وكده كده مش بياخد وقت على ما يتحمل. لحد دلوقتي ما استغلناش القلعة اللي احنا عاملينها دي في ان احنا نزود الارشر عليها. رغم ان احنا في كل حروبنا اللي فاتت كنا بنعتمد على الارشر، المرة دي هنعتمد شوية على العربات بحيث ان الاسهم بتاعتها اقوى شوية. ممكن بس نأمنها بشوية خيول. ممكن دول هنا. طبعا ده هيولع في عايزين نحمي القرية على قد ما نقدر. ممكن نعمل نوع ده من الجنود
قوي في الكفاية وفي نفس الوقت يقدر يحمي المنطقة دي. الاقتصاد بتاعنا بدأ يزيد، ممكن نبني نكبر الرقعة شوية بس بحيث إنها تاخد موارد أكتر. طبعا هنزود الأرشر بقى، خلاص المفروض نشتغل دلوقتي على إن احنا هنزود الأرشر. مفيش فلوس. السلم كمان اتكسر. طبعا هنكمل بناء السلم. مينفعش واحنا بنتهاجم. خلاص يبقى نبيع ده ونبني ونجيب جنود على ما نبني السلم، واللي بعد كده نبقى نطلعهم. احنا العدد قل جامد. كده كل الجنود اللي فوق القلعة ماتوا. المفروض بقى نبني سلم، يعني هو ده يموت بس وهنبدأ نبني سلم بقى عادي. خلاص كده. لسه. مم، في مشكلة في بناء السلم هنا. كده خلاص تقريبا اتبنى.
طبعا لما القلعة دي تبدأ تزيد عليها الجنود هيبدأ الضغط علينا يقل شوية. مفيش فلوس عشان دي بتستهلك أكتر كمية من الفلوس. لا انتوا خليكوا. كده خلاص، كده يعتبر دفاعنا بقى قوي شوية، بس برضو احنا عايزين نبني دي كتير. مش كده، مش معانا فلوس دلوقتي، فاحنا ممكن نستنى ان يبقى معانا فلوس مثلا لما الموارد تكتر، او نستنى ناخد فلوس من هنا نبيع كل حاجة عندنا. برضو 1000 عملة ما يعملوش حاجة دلوقتي. 1000 عملة ممكن يبنوا بس 10 وحدات من دي. الواحدة بتتبني ب100، 150. يعني ال1000 ممكن يبني 6 تقريبا. ممكن نعمل استشفاء لدول. بس كده دلوقتي ممكن نقدر نسرع الحرب عادي، وكده كده ان شاء الله يعني الاقتصاد بتاعنا بقى قوي، الموارد هتبقى اكتر، الانتاج ده هنا هنعتمد عليهم شوية. العربات دي هتساعدنا برضو، يعني دي المكان ده بينتج عربات برضو، فده كويس. ممكن بقى نبدأ نكسر في القلاع بتاعتهم، يعني مثلا القلعة دي ممكن نكسرها، لأن ده أقرب واحد ليا والهجوم عليه صعب شوية. نبدأ نهاجم بقى عادي. الأكل عندي قلت، فالنسبة عندي قلت. ممكن نشتري أكل، أو نخلي الأكل ضعيف وبعد كده نشتري بقى. كده كده أنا مزود الفلوس اللي بتصرف، فالأكل عادي يبقى ضعيف. ممكن ناخد فلوس من هنا نشتري الأكل مرة واحدة، بحيث إن احنا منحتاجش نصرف فلوس تاني على الأكل. برضو ناخد دول هنا. طبعا هنا دول كسرنا لهم القلعة بتاعتهم. ممكن ناخد دول كلهم كده، هجيب بيهم على القلعة التانية، برضو ناخد فلوس.
إنتاج العمال عندي هيبدأ يزيد هيبدأ يزيد دلوقتي، خلاص وصلت ل50 النسبة هنا. ممكن نزود بقى عدد الناس اللي فوق القلعة هنا، عدد الأشجار اللي فوق القلعة. برضه ممكن ناخد، أو ممكن ندمر القلعة دي أحسن ما ناخد فلوس. ندمر اللي جنبنا اللي أقرب لينا. ممكن نهاجمها بقى دلوقتي عادي. بما إن بقى عندنا الفلوس كتير شوية، ممكن نخلي أكبر عدد من الآلات دي اللي بترمي أسهم. ممكن نعمل في المساحات الضيقة دي من الجنود، بحيث إن احنا نخليهم في مكان قليل، في مكان صغير. ممكن نعمل لهم استشفاء. استشفاء تاني. ممكن أدمر كمان قلعة من هنا. طبعا كده خلاص الدفاع عندي بقى قوي، فممكن نفكر أكتر في الهجوم الفترة الجاية. يعني دلوقتي ممكن نفكر في الهجوم بقى، إن احنا ندمر القلاع بتاعته وبعد كده نسيبهم للآخر ندمرهم. يعني ندمر القلاع اللي بتنتج جنود عندهم وبعد كده ندمرهم في الآخر.
ولع في القلعة بتاعتي. مشكلة. نفس الحرب اللي فاتت، خسرت قلعة برضه. تمام. أنا كده نزلت كل الجنود اللي فوق هنا. غلطة تانية. الحرب دي لحد دلوقتي ماشية كويس، يعني حتى لو أنا خسرت شوية في شوية موارد، أو خسرت قلعة، مش مشكلة. أنا كده كده هبدأ أنتج أنا جنود تانية دلوقتي. ممكن نكسر دي خالص دلوقتي. نكسر دول. النوع ده من الجنود كويس جدا الفترة الجاية، عشان يستعملوا إن احنا نهاجم بيه القلاع بتاعتهم. ندمر كمان واحدة. ممكن ندمر دي. ممكن نستفيد في الوقت ده إن احنا ننتج أكبر عدد من الجنود دي، أكبر عدد من الأحصنة. دايما نحاول إن احنا نحدد عدد، ونسيب مثلا حصانين 3، بحيث إنتاج الأحصنة يفضل شغال. ممكن ندمر كمان قلعة. ندمر دي مثلا. دي ضربناها مرة، أنا أسلكها مرة. ننتج برضو الجنود دي. احنا دلوقتي بنجهز جيش عشان نحارب بيه. الموارد بتاعتنا كويسة، الجنود كويسة، عدد الجنود كويس.
ممكن نكسر واحدة كمان، نكسر دي خالص بقى. دي اتضربت، القناة اتضربت. عايزين نعملها ريبير بس مش هينفع دلوقتي عشان احنا اوريدي بنتهاجم. ممكن نشتري نبيع الحجرة دي كلها. نشتري أكل بقى. أمال كمان واحدة. خلاص فاضل دي، عايز خط واحدة. هنا بدأ يهاجم القناة التانية بتاعتي. احنا مش عايزين دي خالص، ممكن نكسرها. ممكن نكسر كمان واحدة. احنا ممكن بقى نشتري كمية كبيرة من الأكل، نملى كل المخازن اللي عندنا وحتى نكبرها ونملاها تاني، مفيش مشكلة. عدد العربات قل شوية.
نكسر ديت أخرى. اللي باقي هنا احنا كسرنا كده ل2 ملكين. اوبس، الهجوم بقى قوي. شكلي هخسر ولا ايه؟ الهجوم بتاعه قوي جدا. ممكن نجيب دول هنا. اول مرة يحصل معايا موضوع ان انا كل العربيات اللي انا عملتها هتتدمر دي. بس عموما ممكن نعتمد على رمي الاسهم دلوقتي. الجيش بتاعه قوي دلوقتي وبيهاجم بعدد كبير جدا. برضه ممكن نسيب الكلام ده كله ونروح نضرب له القلاع بتاعته. لما نعمل استشفاء نضرب القلاع بتاعته. ممكن نضرب دي تاني. كده خلصنا من واحدة. نحاول ننتج أكبر عدد من الجنود. طبعا 5 جيوش موضوع مش سهل خالص. أول مرة أجربه بصراحة، بس الموضوع ممتع.
أنا أكون بحارب 5 جيوش، موضوع ممتع جدا. طبعا الأكل خالص برضو. طبعا هنروح نكسر قلعة. تكسير القلعة ده بيقلل الضغط شوية علينا. الإنتاج بتاعي هنا شغال كويس، مش وحش. طبعا مش هينفع ناخد كل الجنود. ممكن نروح نكسر قلعة تانية، دي مثلا. وأفضل حاجة في الجندي ده أو في الرمي الأسهم اللي هو على الحصان، إنه حتى بيرمي سهم وهو بيتحرك عادي، فاحنا ممكن ننقله أي مكان من غير ما نكون خايفين إن هو هيموت أثناء النقل أو كده. مش معانا فلوس، هنضطر نبيع حجارة. الموارد للأسف بدأت تقل، بس أنا حاليا مش محتاج موارد. مش هحتاج أخد فلوس لهنا عشان محتاج أكسر القليعة اللي بتهاجمني. باقي واحدة هنا. طبعا الضغط بيقل جامد، كل ما بنكسر واحدة الضغط بيقل علينا. والقلعة بتاعتي اللي اتكسرت أكيد مأثرة برضه، محتاج جنود بقى من قلعة واحدة. هجوم تاني كبير. رغم إن أنا محتاج فلوس دلوقتي، بس برضه مش هاخد فلوس، أنا هفضل أدمر القلعة اللي عنده.
ممكن نشوف أي نتيجة نحسن بيها النسبة وكده من غير ما يعني نشتري أكل. ممكن نبني حاجة زي كده دولت برضو. ممكن نشتري ديت. نيجي نشوف البريوريتي هنا، خلاص موجب واحد، مش محتاجين إن احنا نشتري أكل خلاص. كده خلاص احنا بشكل كبير مش محتاجين إن احنا نشتري أكل تاني. ممكن نكسر القلعة دي، احنا كنا هاجمناها مرة، نكسرها بقى كده خلاص. كده باقي كام قلعة؟ دول خلاص تالي خلصناهم. وده باقي قلعتين اللي جنبنا، أقرب قلعتين لينا. مم. ممكن إن احنا نروح ندمر القلعتين دول بالجنود عادي. نرمي أسهم بحيث إن احنا نضعفهم. كسرنا واحدة، لسه بقية الجنود موصلوش. لسه بيهاجم هنا، عايز يموت القلعة، عايز يدمر القلعة بتاعتي، القلعة التانية اللي باقية. ممكن نهاجم بقى ولا نستنى لحد ما نخلص دول؟ ممكن نهاجم بقى دلوقتي عادي. كده كله بيعتمد على الموارد اللي عنده بس. دمرنا ديت. ممكن نرجع بقى عادي. نبدأ نستغل الموارد اللي معانا بقى والفلوس في إن احنا ننتج جنود اللي هنحارب بيها. الشعبية عندي قالت لي ضايب الأكل قليل، بس هي زادت 2، بس النسبة بتقل 22 بتزيد. تمام كده، محتاجين فلوس كتير بس الأول. معانا 17,000 قشطة. ممكن دول كلهم بقى نحولهم لعمال
وننتج عدد كبير من الجنود دي. خلاص كده إنتاج الجنود عندي بقى كويس جدا. ننتج أكبر عدد منهم بحيث إن احنا نبدأ نهاجم بقى، ندمرهم جيش جيش. رماة الأسهم طبعا هو أفضل حاجة للهجوم في الوقت ده، وكده الهجوم قل علينا لأن الهجوم بقى من الموارد بتاعتهم، بقى الموارد يستغلوها في إنهم يعملوا جيش. مواردهم طبعا ممكن تكون مش قوية زي ما كانت القلعة بتاعت الإنتاج جنود تديهم عدد كبير من الجنود. 144 جندي، ممكن نبدأ نهاجم. ده الأول، نقف فين الأول؟ لا مش هنموته، بس هنضعفه كتير هنوقف اقتصاده. إن صعب العدد ده من الجنود، عدد قليل صعب إن هو يموته أصلا. نوقفهم ورا هنا. بحيث إن هما يوقفوا شوية الاقتصاد. نعمل استشفاء لدول عشان نهاجم بيهم بقى هما كمان. طبعا الاقتصاد بتاع دول وقع خلاص. البنفسجي والأسود. الأسود طبعا هو آخر واحد، البنفسجي لسه هو أقوى واحد. بدأوا يهاجموا طبعا دول، ممكن نجيب غيرهم عادي. أهم حاجة إن احنا نوقف الاقتصاد بحيث إن البنفسجي ده يبقى أضعف حد، وإنتاج الجهود عنده يقف. 99 جندي نوقفهم معاهم هنا. الأموال اللي عندي بنفسجي 38,000، هيبدأ يقل دلوقتي في الموارد. احنا ممكن نستعمل حاجة برضو ذكية، إن احنا نبني الاتنين دول بتوع أخشاب قدام القلعة بتاعته، وبرضو البوابة بتاعت القلعة هنا. ده مأمن نفسه. لا عادي ممكن نبنيهم هنا قدام القلعة. لما بنبنيهم بيدمر كل الحاجات اللي مبنية برا عنده، وبيبدأ يهاجم نفسه. موارده بتقل بشكل كبير، يعني هو كده 36 اهوت ولسه هينزل.
نبيع كل الأخشاب دي كل الحجارة ديت، هيبقى معانا مبلغ كبير. أي جندي ضعيف عندنا بقى نحوله عادي عشان نعمله جندي من ده. أرشر برضو مش نستعمل العربات، أنا مبحبش أستعمل العربات في الحروب بتاعتي، ونحولهم كلهم جنود، لو كلهم عمال. بس هو كان خلاص يعني، هو كان بنسبة كبيرة فازوا في الحرب. أهم حاجة إن احنا ندمر القلاع بتاعتهم. أنا مشكلة في الحرب إن أنا اتأخرت بس في تدمير القلاع. هو كده خلاص احنا ممكن بقى نبدأ نموتهم. ممكن نعمل شوية برضو من النوع ده من الجنود، عشان ده بيتسلق القلعة وسهل يهاجم من غير أي مجهود. مش هحتاج إن أنا أكسر جدران ولا أي حاجة. سهل إن أنا أقتل أي عدد من الملوك من غير ما أكسر أي جدار يعني. ممكن ناخد التلات دور كده. طبعا النوع ده خلاص نسيبه يقف هنا، والنوع ده عادي، النوع ده نطلعه هنا. طبعا النينجا مهم جدا في الحروب، يعني بيخلص حروب كتير في وقت قليل. شوف الأموال اللي بقت عند البنفسجي، 35، 31، قل جدا. نزل من الترتيب، كان في مركز تاني بقى في مركز تالت. هو دلوقتي بينتج جنود كتير، بس برضه مش عارف ينتج عدد كبير من الجنود. كده خلاص، ده خلاص بشكل كبير مات. نينجا بدأوا يهاجموه. خلاص ده ممكن بنفس دول نهاجم ده، هما أي نعم مش هيموتوه. ممكن نعمل استشفاء للجنود كده سريع، عشان لما يجي نحارب بيهم الجيش اللي بعده. ده كده برضه خلاص مات، وللأسف موتوه. ماشي. شوف الجيش عندي وننتج عدد كمان من الجنود كويس جدا. النوع ده برضو ممكن نحوله عادي. مش عايزين أي جنود ضعيفة عموما، على ما نبيع الحجارة اللي عندنا. عملنا عدد كبير كده من رمات الأسهم، هناخدهم كلهم بقى مرة واحدة كده
ونبدأ نهاجم بيهم اللي بعده، الجيش اللي بعده أو الجيشين اللي بعده. احنا حاطين جيشين في كل منطقة. طبعا ما ينفعش أحارب 7، لأني عشان أحارب 7 هضطر أحط واحد معايا في نفس المنطقة، في نفس القاعدة بتاعتي أو جنبي، فده صعب شوية أموته. 137 ناخدهم هنا مع دول. هو كان بيهاجمني. بس ممكن ناخد بقى كل الجيش ده كده، بس ناخد المات الأسهم الأول. 398. لا ارجعوا تاني، مش هنهاجم هجوم مباشر، احنا هنضرب أسهم من بعيد. طبعا الجندي ده قوي، فالأفضل إن احنا نقتله بالأسهم، إن هما يواجهوه هيقتل عدد كبير منهم. ممكن نستعمل دي دلوقتي عادي هنا. استشفاء مهم، وعشان عددهم كبير صعب شوية تدميره. الاستشفاء برضه بيساعد في الحروب دي. الجزء اللي ورا هو بيستعملوش تقريبا، مش مستعملينه. ممكن برضه نحطهم عند جزء الموارد عشان يوقف الاقتصاد بتاعه. كده ممكن نعمل بقى نينجا ونجيبهم، أو ممكن ناخد الجندي ده. لا ده الحصان، الجندي اللي هو ده عادي، ونخليه يطلع هنا. ممكن نروح المنطقة اللي بعدها اللي فيها الجيشين دول. طبعا عدد الجنود هنا قل شوية، قل كتير كمان. ممكن ناخد جزء هنا وجزء يدمر ديت عشان يخش الملك، أو مش شرط تدمير، احنا ممكن نوقفه هنا أو هنا ونكسره احنا بدي. حلو. دول هنا ودول هنا. طبعا ده عمل جنود بس برضه مش هيحموه، يعني خلاص صعب.
تقريبا الجنود دي عددها 400، يعني الجنود اللي معايا أنا عددها 400. عمل عدد كبير من الأرشر. ده نفس الكلام، عمل عدد من الأرشر. الأزرق كده خلاص مات، والأصفر برضو مات. ممكن نجيبهم هنا برضو، ندخل دول بقى عشان نبدأ نحارب. طبعا أهم حاجة اللي بيرموا زيت يموتوا. استشفاء مهم، لأن عددهم بيقل، خصوصا دول جيشين. ده خلاص مبقاش فينا أشهر تاني. ممكن هنا بقى عشان في ناس ترمي زيت، رموا زيت عليهم، أو الجرة اللي بيرموها في الأرض دي. ترمى زيت تاني. ده واحد من اللي بيرموا زيت اهوت، ممكن يموتوا. استشفاء مهم طبعا، استشفاء عشان ميموتش عدد كبير منهم. زيت تاني. نحاول نعمل استشفاء سريع ليهم عشان ميموتوش. كده تمام، كده تقريبا خلاص خلصنا دول، أو خلصنا وقت الأسهم هنا. ممكن بقى نبدأ نهاجم بدول. دولت يكسروا دي، ودول يكسروا. عايزين مدخل. ممكن يكسروا دي. احنا ممكن نكسر احنا واحدة من دول. دول رايحين فين؟ نكسر احنا مدخل هنا. ممكن نخلي الاتجاه الناحية دي ونكسر هنا. ده مات خلاص كده. ناخد الجنود دي برضو. ممكن يكسروا الباب الرئيسي، أصلا دول كسروا الباب الرئيسي خلاص. نهاجم بقى الملك وخلاص كده. الملك الجزء ده برضو خلص، الاتنين قلعتين دول خلصوا. نرجع الخريطة زي ما كانت بنفس الاتجاه بتاعها، وكده خلاص خلصنا ست جيوش اللي كنا بنهاجمهم. هي دي أصعب حرب لعبتها حرفيا. أنا أول مرة ألعب قصاد ست جيوش، بس بصراحة كانت جميلة جدا وممتعة. يا ريت تجربوا تلعبوا قصاد جيوش كتير. أي نعم في سسبنس شوية، بس اللعب قصاد جيوش كتير حلو جدا وممتع بصراحة. بس ده كل حاجة النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.